لو انت بتستعمل برنامج فايرفوكس وعايز تعرف جميع الاكونتات اللي دخلت على البرنامج، مثلا اكونت جيميل، اكونت فيسبوك، اي اكونتات من الاكونتات دي، اي اكونت يدخل على البرنامج او يسجل على الجهاز بيكون محفوظ في قلب المتصفح. ازاي نجيبه؟ تعال نبدا الدرس من اوله. اول حاجه نضغط على علامه المتصفح اللي فايرفوكس، نضغط عليها مره واحده، وبعدين نضغط على هنا، نتك على تولست ادوات، وبعدين نتك على اخر واحده سيتنجز. وبعدين نبص هنا على القائمه اللي على جنب على الشمال ديت، هنلاقي حاجه هنا مكتوبه سكيورتي، عامله عليها علامه قفل دي، تك عليها. وبعدين ننزل بمؤشر الماوس، هننزل على حاجه هنا اسمها باسورد، هتك بص عليها هنا، تك على تاني واحده سيف ا باسورد، الجميع الباسوردات المسجله على الجهاز، هتك عليها. هتعرض لك دلوقتي جميع الباسوردات السجلت على الجهاز، جميع كل الباسوردات. وهنا ده مثلا الاكونت، الاسم النيم يعني، اسم الاكونت بريد الكتروني، وده الرقم السري. عشان تعرف الرقم السري طبعا تك هنا على اظهار، هيظهر لك الرقم السري على طول، هتك كده هيظهر لك الرقم السري. ونفس الحكايه برضو في جميع الاكونتات، جميع الاكونتات نفس الحكايه برضو. واللي عنده اي مشكله في الكمبيوتر يكتب لي في الكومنتات وتحت امركم في اي وقت. السلام عليكم.